بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، نعمة شهر رمضان المعظم. رب سبحانه عز وجل خلق الخلق واصطفى منهم الصالحين، واصطفى من الصالحين النبيين، واصطفى من النبيين أصحاب الرسالات وأرباب الرسالات، واصطفى من المرسلين أولي العزم من الرسل، كما أيضا اصطفى من الأزمان زمانا ومن الأماكن أمكنة. فالله عز وجل أنعم علينا بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم. كما قلت يا أخي محمد صالح، هو في الحقيقة شهر، هي فرصة لهذا الشهر، هو فرصة للتوبة والغفران، فرصة أيضا للعودة إلى الله عز وجل والاستثمار هذه الأيام، أيام شهر رمضان المعظم، واستثمار لياليه. فللشهر مقاصد عديدة، مقاصد تعبدية إيمانية. فشهر رمضان المعظم فرصة عظيمة لترقية الإيمان، للتقرب إلى الله عز وجل بمختلف القربات، بتلاوة القرآن، بصلاة التراويح، بالذكر والتسبيح. فهي فرصة عظيمة حقا، فيحقق مقاصد إيمانية تعبدية. وربنا يأمرنا في آية القرآن: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وكذلك هذا الشهر العظيم إذا حسن استثماره نحقق من خلاله مقاصد تربوية، مقاصد تربوية خلقية سلوكية. يكفي يا أخي محمد صح أن تذكر أن شهر رمضان يؤدبنا ويربينا، فكأنه تربص تطبيقي، يعني من خلال توحيد أوقات الإفطار وأوقات السحور وإلى آخره، فيربينا. وكذلك يربينا على التخلي عن المألوفات. الإنسان عنده مألوفات معينة، يعني خلال يألفها طوال العام، يألفها طوال العام، ولكن في هذا الشهر يعتاد عادات أخرى ويتخلى عن مألوفات معينة، ويتربى كذلك على الصبر. فهذه قيمة عظمى. الله عز وجل وعد الصابرين بالأجر العظيم في مثل قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا تدريب على الصبر، تدريب على التخلي عن المألوفات، تدريب على ضبط النفس، تدريب أيضا على التحكم في النفس حينما يستغضب الإنسان. وربنا عز وجل يقول في القرآن: والكاظمين الغيظ. نعم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هناك واجب يتوجب علينا قبل حلوله، نعم، قبل مجيئه وقبل قدومه. فما هو الواجب على كل مسلم حتى يتهيأ للشهر حق تهيئه ويعظم له قدره الذي شرعه الله سبحانه وتعالى؟ التخلي عن الآثام ما ظهر منها وما بطن. نعم. التخلي عن الواجبات، أول الواجبات أن يتخلى الإنسان عن الآثام وعن المعاصي، ويهيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر الفضيل. فالذي لم يتب عليه أن يتب ولا يؤجل توبته، لأن تأخير التوبة إثم يحتاج إلى توبة. فليستمع العصاة إلى الخطاب، إلى البيان الرباني، وهو يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني مجموعة بشائر يقدمها الله عز وجل لجميع الآثمين، لجميع الغارقين في المعاصي. قل يا عبادي، لم يسلب منهم صفة العبودية وهي صفة التشريف. لا تقنطوا من رحمة الله، هذه بشرى ثانية، فيبعد اليأس من قلوب الآثمين والعصاة. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيضا بشرى أخرى يقدمها الله عز وجل ومن خلال هذا البيان للعصاة، أي لا يستثني ذنبا من الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم تأتي البشرى الرابعة: إنه هو الغفور الرحيم. وما جاء في هذه الآيات نجد تأكيدات في السنة النبوية، في مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إلى آخر الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أحاديث تترى وتؤكد ما ورد في القرآن الحكيم، دعوة صريحة لجميع العصاة للعودة السريعة إلى التوبة وإلى طريق الحق وطريق الصواب. وإمام ابن القيم رحمه الله وهو يعلق على هذه النصوص في الكتاب والسنة يقول: إن هذه النصوص لا تشجع على المعصية، ولكنها تيسر التوبة.
يعني تعليق لطيف وذكي. إن هذه النصوص الإنسان ربما حينما يقرأها كأنه يعتقد أن هذه النصوص تشجع على المعصية، ولكن لا، إن هذه النصوص القرآنية ونصوص السنة النبوية لا تشجع على المعصية، ولكنها تيسر التوبة. إذن التخلي عن هذه الآثام ما ظهر منها وبطن، والآثام الباطنة كثيرة جدا، الحقد والضغينة والحسد لا يشعر بها المرء، يعني لا يشعر بها المرء. لذلك الإنسان يتخلى ويهيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر العظيم، وهو شهر الاستثمار، شهر الاستثمار في الطاعات وفي القربات المختلفة.